السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة انتهاء شهر رمضان. إن شاء الله أعاد علينا وعليكم بكل خير وقدوم إن شاء الله عيد الفطر المبارك. النهاردة معايا الفيديو الجديد دوت اللي هو المساحة الدوارة. طبعا زي ما انتم شفتوا في بداية الفيديو إن الشرشوبة مش راضية تلف عشان تتعصر، وطبعا رحت خالع او فكيت الحلة الاستانلس من مكانها. طبعا انا بشاور على المسمار دوت بيبقى موجود في قلب الحلة الاستانلس، اخلعه وهنشوف ايه سبب اللي هو ما بيخليش ان الحلة تلف عشان تعصر الشرشوبة. طبعا اديني فكيت المسمار اللي هو كان متركب في الحلة الاستانلس وفكيته لقيته كله صدى. المهم عملت عملية تنظيف للصدى وهركب الكليبس في قلب الجردل، واديني بشاور في فتحات او مجرى بمعنى اصح بتتركب في قلب جردل الجردل نفسه. طبعا اديني بثبت الكليبس وطريقة تثبيت الكليبس عشان ما جرحش المسمار ويحصل عملية خربشة وما يخليش ان الحلة تلف خالص. طبعا انا بضغط على الكليبس عشان اثبته في قلب الجردل. طلعت المسمار هركبه في الحلة، وبعد كده ابقى اركب الحلة كلها بالمسمار في قلب الجردل واضغط عليها ضغطة حلوة كده بحيث ان الحلة تلف، اللي هي بتعصر الشرشوبة. اديني جبت الشرشوبة هلفها، كانت الاول ما بتلفش ومزرجنة. ادي الحمد لله تم اصلاح المساحة الدوارة. والسلام عليكم